عاملين ايه يا بطويت؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا كده ملخص مع بعض لفترة ما بعد الفطار، الفترة اللي الكل بينتخ فيها. انا مستحيل انتخ فيها ابدا ابدا. لو ما عملتش كده وانتخت بعد الفطار يبقى مستحيل اقوم من مكاني. أول حاجة بعملها بعد الفطار هي إني بجري على طول أصلي المغرب وأقرأ الورد بتاعي. عشان عارفة ومتأكدة ان مفيش فرصة خالص ما بين المغرب والعشاء، اللي هو لو قعدت ياه هرتاح شوية، خلاص شكرا العشاء أذنت ومفيش فرصة للمغرب خالص. كمان عشان ما أحسش إن أنا جسمي تقيل وإن أنا أكلت كتير وأحس فعلا إن أنا تعبانة ومأنتخة على الآخر. بصلي المغرب طبعا وبقرأ الورد بتاعي، وبعد كده بدخل على المطبخ. بيكون هيصة هيصة. طبعا مش محتاجة اقول لكم لان الهيصة دي بتكون عندنا كلنا في المطابخ بتاعتنا. ما هو انا لو ما عملتش كده وقمت على طول هلاقي فيه تراكمات تراكمات، والهيصة دي بتكتر وتكتر وتكتر. مش هتكون مواعين فطار ابدا، دي هتكون مواعين فرح. حتى لو ما لمتش كل حاجة، بس على الاقل اكون خفيت تلات ارباع المواعين اللي موجودة، فبالتالي مش هحس بمجهود ولا هحس بوقفة كتير. هقول لكم على اعتراف بقى في الفيديو ده، حقيقي هتحسي بنعمة غسالة الأطباق في شهر رمضان. جابتها وحست إن هي ملهاش لازمة تجرب فعلا شهر رمضان من غير غسالة الأطباق. مواعين داخلة مواعين خارجة، مواعين داخلة مواعين خارجة، فحقيقي بتوفر تلات ارباع الوقت والمجهود. يعني انت لو جبتيها وحسيتي ان هي ملهاش لازمة طول السنة، هيكون ليها 30 لازمة في شهر رمضان او في الايام العادية في العزايم عامة. المهم بقى ان الوقت ما بين المغرب والعشاء ده بكون عملت فيه المطبخ بتاعي، وبكون عملت حاجة حلوة بسيطة كده لو ما عنديش حاجة حلوة، علشان فعلا نأنتخ على حق. نأنتخ بقى واحنا جنبنا طبق الحلويات، واضرب اضرب اضرب. والله الواحد في الفترة دي أصلا ما بيبقاش عارف يضرب ايه، حلويات ولا يرجع للأكل ولا الحلويات ولا يرجع للأكل تاني ولا المشروبات ولا نركز في السحور. ما بنبقاش عارفين خالص. بتاخدوا الفاصل امتى يا جماعة؟ عرفوني، عشان انا حاسة ان ما بقاش في فاصل نهائيا. نخرج من القطايف ندخل على الكنافة، نخرج من الكنافة ندخل على الكوكتيل، نخرج من الكوكتيل ندخل على المشروبات بقى، اي مشروبات موجودة. طب وبعدين يا جماعة فين النهاية؟ انا حاسة ان انا بلف في دورية ما فيهاش اخر. الحاجة الوحيدة اللي بنتلهي فيها عن الاكل هو العبادة، فربنا يديمها علينا نعمة يا رب. بالنسبة لي اليوم النهاردة كان اريح كتير جدا جدا، لان ما عملتش اكل وقضيتها نوم، وكلنا طبعا بواقي اكل امبارح، دي حاجة معروفة يعني. تاني يوم رمضان يبقى اكل بواقي امبارح. المهم بقى انا مش عايزة اي حد وصل للفيديو لغاية هنا مش هقول لكم بقى تعملوا لي لايك، لا 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 لا، انا عايزة حاجة اكبر من كده بكتير. انا عايزاكم تسيبوا لي افكار اكل لشهر رمضان. ما انا لازم اطلع بمصلحة بقى. وتبدأ الحوسة في التفكير مع الوقت الضيق جدا جدا جدا. يعني كل واحدة زي الشطورة كده ما تطلعش من الفيديو غير لما تقولي هتعمل إيه بكرة ولا بعده، أو في دماغها أفكار أكل إيه. بحبكم جدا جدا يا بطبيتي، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.